مساء الخير. معلش انا بنشف الطبق بس هفضلكوا حالا. انا النهارده جايبه لكم نصيحه مهمه جدا جدا، والسبب في النصيحه دي حبيبي فاري. في ستات كتير قوي قوي بتخاف على ايديها، سواء من الميه او من سوائل تنظيف الاطباق. انا شخصيا بقول لكم حاجه، في ناس بتقول انا هلبس الجوانتي، وفي ست بتقول لي انا ما بحبش الجوانتي لان ما بقدرش اتحكم في ايدي ابدا وانا لابسه الجوانتي، وفي ست تانية بتقول لي انا هلبس الجوانتي عشان بخاف ان الاطباق تتزحلق من ايديا وانا مش لابسه الجوانتي. عموما الجوانتي موجود، اللي عايز يستعمله يستعمله، ولكن عشان تستعملي الجوانتي يا ريت تجيبي اي لوشن وتاخدي كميه بسيطه على ايديكي وتهدهني ايديكي كويس قوي 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 قوي، وبعدين تلبسي الجوانتي بتاعك. شوفي بقى الجوانتي بيعمل ايه، بيعمل حرارة حلوة كده مع الكريم، هيخلي الكريم ده يتغلغل كده، يتغلغل 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 ويطري جلدك جدا جدا. ولكن الحقيقة أنا مش محتاجة ده كله، ولا الجوانتي ولا اللوشن. هتقولوا ليه؟ هقول لكم لأن الفيري فعلا ما بيأثرش أبدا على بشرة الإيد، وتأثيره بيخلي البشرة ناعمة جدا كأن ايد طفل جميل. جربي قولي، ادخلي على الصفحة بتاعتنا، صفحة فيري على الفيسبوك، هتلاقي نصايح كتيرة منها النصيحة دي. يا ريت إذا أنت عرفتيها قوليها لأصحابك المقربين بس.